صلاح أبو المجد مرّة في حلقة كان بيتكلّم بيقول لك زمان مثلًا كان اللي هو إن الثقة للبني آدم بحاجات معيّنة، دلوقتي بعدد الfollowers بتوعك، فبما إن ده نوع من الmarketing ليك، فأنت لازم تشتغل إن يبقى عندك متابعين طبعًا. كتير وفيديوهات بquality كويسة، ولو أنت بصّيت حتى على القوانين اللي حطيتها على الفيسبوك والإنستجرام، كلّما كانت quality الصورة بتعمل recommendation أعلى طبعًا. أيوه طبعًا، والصوت نضيف صح. وفي شوية transaction حلوة، لأ هو بيتعامل معاك باحترام. هو في قاعدة في الmarketing اسمها المشهور بيبيع أكتر، فطول ما أنت مشهور بيبيع أكتر، بقى ده ما كانش صراحة هدفي خالص، أنا كان هدفي إن أنا باحب حاجة كنت موجود على الشاشة، فكنت عايز أعمل دوّة على السوشيال ميديا، بدأت السوشيال ميديا تقريبًا حوالي 2017، 2018 ياه! و وأنت 2006 تلفزيون. و2006 تلفزيون، ولأ كنت طبعًا حاجاتي على التلفزيون بتطلع على السوشيال ميديا، ما أنا فاهم، بس أنا قصدي اللي هو مش مركّز على السوشيال موجود ميديا زي بقى مش التلفزيون. متركز بقى، بس بدأت بقى اللي أنا أركّز بقى على السوشيال ميديا، وكنت عامل برنامج في الأول اسمه دماغ ميديا، كان عندي project كده. دماغ ميديا. إيه بقى دماغ ميديا ده؟ إحنا الشباب بيشربوا مخدرات آه. وأمّا تيجي تقول له ده غلط يقول لك أنا عارف إنها غلط بس أنا هاعمل إيه؟ أنا هاعمل فهمتك. دماغ. فأنا كان بالنسبة لي الميديا بتغيّر عقول الناس بشكل كبير، ولمّا بتيجي تنصحهم تقول لهم ده كذا أو الصح كذا يقول لك يا عم تمام، حتى لو كذا، يا عم سيبني.